بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي مشاهدين ومتابعين الكرة مع وليد. لقائنا اليوم بيختلف ولقاء نادر جدا، واليوم الكرة مش مع وليد، الكرة مع الكابتن وائل حمد، المدير الفني لنادي الصيد لكرة السلة. ويسعدني ويشرفني يكون معايا نجم من أبناء نادي كفر الشيخ الرياضي. واليوم هنتكلم مع الكابتن وائل في كل ما يخص نادي كفر الشيخ اولا، بما ان الكابتن وائل ينتمي لنادي كفر الشيخ، وبعد كده هننقل لنادي الصيد وبعض التجارب اللي مر بيها الكابتن وائل. ويسعدني ويشرفني ومن داخل نادي كفر الشيخ يعني يكون بيني وبين الكابتن وائل الملقب بمانويل جوزيه كرة السلة. وهكون سعيد جدا مع تواجدي مع الكابتن وائل، وهيعرفني السيرة الذاتية للكابتن وائل حمد. في البداية أحب أرحب بالكابتن وائل. مساء الخير يا كابتن. مساء النور يا كابتن وليد، وسعيد ان انا موجود مع حضرتك النهارده مع فريق الاعداد المحترم، وشرف لي ان انا اكون موجود في برنامج حضرتك الجميل اللي احنا متابعينه دايما على طول يعني. حبيبي يا كابتن وائل، وشرف لينا يكون متواجدين مع حضرتك داخل نادي كفر الشيخ. في البداية يا كابتن أحب يعني مانويل جوزيه السلة كما يلقب، وما هو السر يا كابتن وائل؟ والله حضرتك هو يعني انا بدايه انتشاري في التدريب وظهوري بقوه كان في تعاقدي مع نادي طلائع الجيش سنه 2007، وكنت ماسك فريق المرتبط في نادي طلائع الجيش. وطبعا نادي الجيش يعتبر نادي كبير جدا وليه اسمه طبعا في الباسكت بول، وفي نفس الوقت انت جوه وحده عسكريه يعني. فكنت تعاملاتي مع اللعيبه حاده شويه، وكنت حاطط نظام معين لمواعيد التدريبات. طبعا انت عارف حضرتك مرحله سنيه 16 سنه، فلازم كلها اندر كنترول. فبدات اللعيبه بقى هي تقول بينها وبين بعضيها ده شدد علينا زي مانويل جوزيه وكده، فمن هنا جه اللقب بتاع مانويل جوزيه يعني. وانت ملقب فعلا وتستحق هذا اللقب يا كابتن. الحمد لله. اولا التجربه مع نادي كفر الشيخ كابتن، والصعود وعدم الاستمراريه في الصعود. والله بص حضرتك، انا يعني لما طلعت من كفر الشيخ سنه 2007 انا ابني من ابناء نادي كفر الشيخ، وبقولها في كل لقاءاتي، انا لولا نادي كفر الشيخ عليا ما كنتش ابقى انا وائل حمد. انا ابني من ابناء النادي دوت، ومتربيت جوه جدران النادي. لما طلعت في 2007 وتعاقدت كمرتبط مع نادي الجيش، قعدت فتره ماسك فريق المرتبط، والحمد لله كان كل سنه ربنا بيكرمني بحقق ميداليه، وببقى عامل مساعد للفريق الاول ان هو يطلع يلعب في الادوار الستة الكبار في الدوري السوبر. انتقلت بعد كده لنادي الزمالك، واشتغلت في نادي مدينه نصر، في نادي الطيران، في اهلي مدينه نصر. بس كان طبعا بيتي نادي الجيش يعني. تدرجت لحد ما بقيت مدرب عام في نادي الجيش، قعدت 4 سنين مع كان مدير فني الكابتن فادي هاني، وربنا كرمنا الحمد لله، حققنا مراكز متقدمه جدا في دوري السوبر. كنا بعد انديه القمه الاهلي والزمالك وسبورتنج كنا احنا بنخش ننافس، وفي سنه تقريبا كسبنا كل الفرق المقدمه. جت فتره كده قلت هريح يعني سنه، رجعت نادي كفر الشيخ، فطلبوا ان انا اتواجد، بيتك وبيتك محتاج ان انت تكون موجود. فتواجدت في نادي كفر الشيخ، وقعدت مع المهندس اسامه عيسى كان مشرف اللعبه، واتفقنا ان احنا في ظرف 3 سنين ان شاء الله ربنا يكرمنا ونصعد للدوري الممتاز، لان نادي كفر الشيخ كان بقاله حوالي 20 سنه ما صعدش للدوري الممتاز. فاشتغلنا اول سنه، طبعا كنت جاي متاخر على بال ما يعني لميت داتا وخدت فكره عن الفريق وكده. طلعنا الادوار النهائيه بس ما توفقناش. عدينا السنه اللي بعديها، جبنا لعيبه كويسه ومشينا لعيبه يعني ما كانتش دي المرحله بتاعتها. ربنا كرمنا الحمد لله، ولعبنا النهائي مع نادي السكه الحديد، وتوفقنا الحمد لله ان احنا خدنا الكاس. وكانت اول مره تحصل من 20 سنه ان نادي يصعد بالكاس كمان يعني. دي كانت التجربه مع نادي كفر الشيخ، عدم الاستمرار زي حضرتك ما بتقول. والله انا قعدت مع المجلس، وقعدت مع المهندس حسام، فهو الراجل مشكورا يعني هو واقف مع الفريق كتير جدا، وقف في ظهرنا كتير جدا. فهو قال لي انا يعني مش هقدر بقى اكمل مشوار وكده. حسيت ان الامور يعني مش هتبقى سهله. المرحله اللي جايه داخلين على انتخابات مجلس اداره، مش عارفين مين اللي قاعد مين اللي ماشي. في الفتره دي كان في كذا نادي اتصل بيا عايزين يقعدوا معايا وكده. فطبعا نادي الصيد من الانديه الراقيه جدا، نادي ملكي بيطلقوا عليه نادي اولاد الزوات، وكانت ليا تجربه انا سابقه في نادي الصيد قبل كده مع قطاع الناشئين.
فقعدت مع الناس بصراحه، لقيت كلامهم كويس، ناس عندهم تارجت، ناس عايزين يصعدوا، ناس سبورت معانا في كل حاجه. فاعتذرت، قدمت استقالتي لنادي كفر الشيخ وتعاقدت مع نادي الصيد. برضو اول سنه كانت تجربه، برضو حاولنا ان احنا نجيب لعيبه وحاولنا ان احنا ننافس على الصعود، ما قدرناش نوصل اول سنه. تاني سنه قعدت مع النشاط الرياضي مع مقرر اللجنه، لقيت الناس عايزه طموحاتها. النادي من يعني منذ نشأة فريق قطاع الرجال في نادي الصيد، احنا عندنا فريق البنات بقاله فترة كبيرة جدا بيلعب ممتاز ألف. الأولاد للأسف بقاله فترة كبيرة جدا درجة أولى. فلقيت فيه تقبل من الناس، جبنا لعيبة، حافظنا طبعا على أولاد النادي ودعمنا بلعيبة من بره في خبرات كويسة. جينا في انتقالات يناير برضو ساعدنا ب2 لعيبة برضو معانا، وربنا كرمنا ولعبنا برضو النهائي، وكانت بطولة صعبة جدا جدا السنة اللي فاتت وخدنا أول فيها الحمد لله يعني. طب هي تجربه نادي الصيد يا كابتن تختلف عن نادي كفر الشيخ؟ بص حضرتك، يعني هو كشغل وكفنيات باسكت بول مفيش اختلاف، لان هو الملعب واحد واللعيبه واحده، هو الاختلاف في الامكانيات بصراحه. يعني احنا هنا بنعاني من قله امكانيات، من قله ناس رعاه، من قله داخل النادي. يعني الواحد فعلا بيشفق على مجالس الاداره اللي بتيجي في نادي كفر الشيخ. لا هناك الوضع مختلف، هناك العضويه تقريبا 800,000 جنيه، اشتراكات في محلات، في دخل، في بطولات، فالوضع مختلف تماما يعني. فهي برضو دلوقتي الرياضه بقت باسكت، هاندبول، فولي، كره قدم، ماديات. يعني معاك فلوس، في مستثمر، هتحقق وهتنجز. ما فيش يبقى احنا كده بنهزر يعني. طب يا كابتن وائل، احنا معروف ان اللعيبه او سقف اللعيبه بتاعت كره القدم تختلف عن بعض الانديه او الالعاب الاخرى زي السله. يعني ممكن لو جيت تتعاقد مع لاعب، هل هو بنفس الريتم او السعر بتاع لاعب الكره؟ لا طبعا الموضوع مختلف تماما. يعني كرة القدم هي اللعبة الشعبية الأولى في مصر، والناس كلها عايزة تبقى محمد صلاح. أي ولي أمر دلوقتي بيودي ابنه عشان يبقى محمد صلاح. هي واكلة الجو في كل حاجة، هي اللي بتستنفذ موارد الأندية. يعني لو نادي في الأقاليم، طبعا جماهير الكورة أكتر. مع ان عايز اقول لحضرتك على حاجه، يعني في السنه اللي احنا كنا فيها في الصعود بجد، ومن خلال برنامج حضرتك انا بوجه الشكر لجماهير كفر الشيخ الوفيه. الواحد بيكون لها كل احترام بصراحه. كانوا ورانا. هي صدفه بقى، ما اعرفش بقى، هي صدفه ان الكوره كان مش موفقه، الباسكت كان عمال يكسب. يعني الناس استنتنا واحنا راجعين بالكاس الساعه 2 بالليل في عز الثلج. كابتن مجدي الزواوي جاب طبل بلدي. فالكوره عكس الالعاب الاخرى، يعني ميزانيه الكوره بتبقى اعلى، لان طبعا اللعيبه بتتكلم في ملايين حضرتك. انما الباسكت بول مش هتلاقي غير في انديه القمه بس هي اللي فيها ميزانيات كبيره يعني. طيب يا كابتن وائل، انت كان شعورك ايه لما تكون محقق بطوله النادي برضو زي نادي كفر الشيخ غاب عنه بطولات سواء في بعض الالعاب الاخرى يعني؟ والله بص حضرتك، انا لما قعدت وقررت ان انا اشتغل وارجع نادي كفر الشيخ، ده دين كان في رقبتي. ان انا قلتها لحضرتك في اول اللقاء، لولا نادي كفر الشيخ عليا ما كنتش انا بقيت وائل حمد. فانا ده دين كان في رقبتي، لازم ارده لبلدي، لازم ارده لجماهير كفر الشيخ، لازم ارده للناس المحترمه اللي كانت ورانا. مجلس اداره كابتن اشرف ابو حنيفه بصراحه راجل يعني ما كانش بيسيبنا لحظه، المهندس اسامه انيسه، المجلس كله بصراحه، كابتن مجدي الزواوي. فانا كنت يعني جيت اول سنه ما توفقناش، بس انا كان بيني وبين نفسي مش همشي من هنا غير لما اصعد بلدي واحط كفر الشيخ في المكان المعقول، ان هي المفروض مكانها في ممتاز الف. يعني الجيل بتاعنا احنا لما كنا بنلعب، كابتن عاطف الغنام وكابتن رضا بسيوني، كابتن عصام ابو طالب، كابتن مدحت ابو العيله، مش عايز انسى حد لان دول حبايبي واخواتي. الجيل الذهبي لنادي كفر الشيخ لما لعبنا ممتاز الف، النادي الاهلي جه في الصاله المغطاه هنا والصاله كانت هتقع من كتر الجماهير، وجالنا نادي الجزيره هنا، قعدنا سنتين دوري ممتاز الف. فاحنا نفسنا فعلا ان نرجع تاني. انا حطيت البذره زي ما بيقولوا، او حطينا رجلينا على الممتاز ب، وان شاء الله يبقى في امل ان احنا نرجع للممتاز الف باذن الله يعني. طبعا هسال حضرتك سؤال يا كابتن، هو السؤال ده بيبقى دايما مطروح على اللاعب، طموح الكابتن وائل حمد في القادم في التدريب. والله حضرتك يعني الحمد لله انا تعبت جدا، واخد حوالي 35 دوره دوليه، تصنيفي في الاتحاد المصري لكره السله دلوقتي ايه اللي هو اعلى ليفل. اشتغلت الحمد لله منتخبات 3 سنين الحمد لله مع مستر بنان الصربي.
اللعبه بتاعتنا دي ما فيهاش تارجت، ما فيهاش سقف. انت طول ما انت شغال وطول ما انت بتحقق بطولات وطول ما اسمك بيكبر، عايز تكبر اكتر، عايز تتعرف اكتر، عايز تشتغل في منتخبات اكتر، فعمر الطموح ما بيقف يعني. فالواحد الحمد لله بيشتغل، وطموحاته ان هو دايما كل سنه يحقق، زي ما حققنا في كفر الشيخ السنه اللي بعديها، حققنا في الصيد السنه دي. في الصيد ان شاء الله تارجتنا ان احنا نطلع ممتاز الف، والناس سبورت معانا وفي ظهرنا. جبنا تعاقدات حلوه وجبنا لعيبه كويسه الحمد لله. ف يعني دايما حضرتك الانسان اللي بيبقى حابب اللعبه وحابب شغله، طموحاته ما بتقفش عند حد معين. طيب انا برضو هسألك، ده طموح داخلي بالنسبة للاحتراف، انك برضو تحلم انك تبقى مدرب خارج مصر؟ لا انا بصراحه انا بلدي اولى بيا يعني انا ما بحبش ان انا اطلع بره او اخدم بره مهما كانت المغريات الماديه. وجالي كذا عرض قبل كده، بس انا عاشق لتراب بلدي، وشايف ان اي حد عنده اي ميزه في اي مجال وخدم بيه جوه بلده، حتى لو كانت الماديه ضعيفه، بس انا بحب بلدي، عمري ما اطلع بره مصر يعني اطلاقا يعني. طيب عايزين نعرف بقى ونعرف الساده المشاهدين اللقب الجديد بابا الصعود. والله هو حضرتك بعد ما حصل الصعود مع كفر الشيخ وربنا وفقنا، احنا كنا بنلعب الفاينل مع نادي السكه الحديد، وطبعا ده كان نادي صارف مبلغ كبير جدا، وربنا كرمنا وخدنا منهم الكاس ومشينا. تقررت ان مع نادي الصيد، بس طبعا نادي الصيد كانت فرحتها اقوى واعلى، لان ده كان اول سنه مش سنين، اول سنه في قطاع الرجال ان الرجال تصعد. واحنا في الفاينل كده بعد المحبين يعني والجماهير قال لك ده بابا الصعود، ده بقى تخصص صعود يعني. فهو والله ما توفيق الا بالله يعني، يعني وربنا بيكرمنا عشان احنا بنحسن. انا كان معايا جهاز بصراحه في نادي الصيد، الدكتور عماد السيد رئيس جهاز، الدكتور جابر مدرب عام، الدكتور باسم معدل احمال، الدكتور محمد جمال علاج طبيعي، مصطفى مسؤول ادوات. الناس دي كلها من خلال برنامج حضرتك انا فعلا بشكرهم، لان الناس دول كانوا في ظهري جامد جدا. المقرر لجنه الكابتن احمد عصام، النشاط الرياضي كله كان في ظهرنا، المهندس عمرو الصادق، عبد الله بيه غراب وزير بترول رئيس مجلس الاداره، الراجل كان متابع الفرقه ومتابع هاني بيه عزت امين صندوق، سهل لنا مأموريات كتيره جدا. فهو اللقب جاء من ما اتحقق، طبعا هي بتبقى صعبه شويه ان انت سنتين ورا بعض وتصعد فرقتين، فدي اللقب جاء بقى بابا الصعود. بس انا يعني انا كوائل حمد اللقب المفضل ليا فعلا هو مانو جوزيه. ده المحبب اللي قلبك كابتن. طيب لو اتنقلت لسؤال تاني مع حضرتك، هل التعاقدات والارتباطات برضه زيها زي كرة القدم، ولا لازم يكون مثلا المدير الفني المتعاقد مثلا مع بعض الأندية لازم يكمل معاه سيزون كامل، ولا بيبقى برضه في تنقلات من خلال الموسم؟ لا احنا بنتعامل كمحترفين يعني. النهارده انت في نادي الصيد، بكره في نادي الزمالك، بعده في نادي الجيش، يعني هي العمليه احترافيه شويه. بس برضو يعني هتكلم انا عن نفسي، انا كوائل حمد انا بحب المكان اللي ببقى مستريح فيه نفسيا يعني. برضو موضوع الماديات ده بتبقى اخر حاجه ببص لها، على قدر المكان تبقى انت مستريح واللعيبه والناس اللي معاك. انما كعقود بقى مقارنه ما بين مدرب الكوره ومدرب الباسكت، لا طبعا يعني احنا الموضوع بعيد خالص يعني. الكوره طبعا واكله الجو، ومدربين الكوره تعاقداتهم بتبقى اعلى مننا بكتير يعني. اظن يا كابتن وائل معاك تيم معين يعني، انت واخدين على بعض فبتشتغلوا مع بعض، فالنجاح بيجي برضو مع تيم متجانس مع بعض. ما هو بص حضرتك، هو اهم حاجه قبل اللعيبه اختيار الاستاف اللي هيشتغل معاك، لان لو الاستاف اللي معاك ده في ظهرك وسندك ومفيش بيننا وبين بعض اي ذره كره او حاجه، اكيد هتنجح. لان دايما انا اقول للاولاد عندنا الحب هو اساس النجاح. هنحب بعض، لما زميلك هيغلط في الملعب انت هتغطي عليه. انا لما باجي اغلط بلاقي الاسيست بتاعي في ظهري، وارد ان كل انسان يغلط، احنا ما كامل انا محمد عليه الصلاه والسلام. فمهم قوي 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 الاستاف اللي مع حضرتك يكون استاف محترم، استاف فاهم، الصف هيستقبل منك اللي انت عايزه. ما انا بقعد مع الاسيست بتاعي بقول له عايز اعمل كذا، مع بتاع احمد عايز اعمل كذا، مع يعني بوزع الشغل، والناس بتبدا تشتغل من خلال الشغل اللي انا بوزعه. طيب من خلال فتره الاعداد برضو بتبقى
اسبوع اسبوعين، بنحب برضو نعرف الساده لا المشاهدين. الباسكت بول الفتره اللي بتاعته بتتراوح من شهرين ل3 شهور. بس احنا عندنا مشكله ان احنا بنعاني دايما، ودي احنا اتكلمنا فيها كتير جدا مع الساده المسؤولين، ان انت ما بيبقاش عندك ميعاد ثابت. يعني في اوروبا مثلا بيديله الاجنده كامله، انت هتلعب مثلا يوم كذا بطوله منطقه، هتلعب يوم كذا دوري عام، هتلعب يوم كذا كاس. فمن خلال المواعيد دي بيبدا الكوتش بيقعد بيعمل البرنامج الاعداد بتاعه، وبيعرف امتى هيزود احماله، امتى هيخفف احماله، امتى هيعمل معسكر مغلق، امتى هيلعب ماتشات وديه. دي عمليه مهمه جدا جدا يعني. بس هي في الطبيعي فتره اعداد من شهرين ل3 شهور كباسكت بول يعني. طيب بالنسبه للمراحل السنيه، انت تحب ان اللاعب اللي يكون معاك اللي هو يلعب مثلا فريق اول يكون سنه مثلا من كام سنه؟ يعني هي في الباسكت من سن مثلا 21 سنه بيكون تخطى مرحله ال20 وبيتصعد للفريق الاول. بس في بعض الاحيان في لعيبه بتبقى مميزه قوي في مرحله 18 مرحله 16. انا بقعد ابص على الناشئين عندي في نادي الصيد. السنه اللي فاتت كان معايا 6 لعيبه، فيهم 2 لعيبه 16 سنه، وفيهم 4 لعيبه سوري 2 لعيبه 18 سنه و4 لعيبه 20 سنه، وكنت بلعبهم معايا في الماتشات، واخد بال حضرتك؟ ففي بتلاقي في المراحل السنيه الصغيره لعيب مميز، انت بنظرك بقى وخبرتك ككوتش وخبرات السنين بقى بتبص على الوقت تقول الواد ده هيبقى مميز. وفعلا يعني انا كان عندي لعيب في نادي الجيش من هو 14 سنه انا اطلقت عليه حاوي مصر على اسم الكابتن وائل بدري صانع العاب مصر، وكان اسمه الحاوي. فكنت انا الولد ده شايف فيه ان هو فعلا في يوم من الايام هيبقى صانع العاب مصر، وفعلا وقد كانت يعني. واشتغل معايا 14 واشتغل معايا 16. دلوقتي ابراهيم هشام من احسن صانعي العاب في مصر، انديه مصر كلها بتجري وراه عشان عايزاه. هو بيلعب في نادي طلائع الجيش، ابن نادي الجيش. فانت بحضرتك بنظرتك بتقدر تحدد مين يطلع يلعب معاك، مين يتصاعد للاعلى، ودي وارده عندنا كتير قوي في كره السله يعني. طيب يا كابتن وائل، من خلال التعاقدات انت برضو كمدير فني حضرتك اللي بتكتشف ولا برضو بيبقى فيه كشافين اللي هو وكلاء اللعيبه بتجيبه وبتعرض وحضرتك بتشوف اللاعب وبتعمل له اختبارات؟ برضو كل حاجه بتتم عن طريق حضرتك احنا في الباسكت ما عندناش كشافين. احنا في الباسكت عندنا ان انت حضرتك مثلا بتيجي تعلن نادي الصيد النهارده، نادي سين، نادي صاد بيعمل حاجه اسمها تراي اوت، اللي عايز يجي يختبر يجي. ففي لعيب مثلا النهارده كان في الاهلي 20 سنه وطلع ملوش مكان في الفيرست تيم. في لعيب مثلا في نادي السكه انها تعاقده، في لعيب في نادي الداخليه عايز يجي يعمل تراي معانا. فحضرتك بتجمع عندك. يعني الاسبوع اللي فات كان عندي حوالي 25 لاعب جايين يعملوا تراي اوت. بقعد انا والجهاز اللي معايا الاسيست اللي معايا والناس كلها بنقعد بنبص على اللعيبه، بنعمل سكريمج خفيف كده يعني زي تقسيمه كده، بنقعد نشوف اللعيب ده تحركاته في الملعب عامله ايه، فكره عامل ازاي، المستوى العمري بتاعه اخباره ايه، ومن خلاله بنبدا احنا نحدد هناخد ده. احنا محتاجين المركز ده عندنا في نقص فيه، فبنتعاقد مع اللعيب من خلال هذا الموضوع يعني. طب انت بخلال نادي الصيد يا كابتن حاليا انت مدير فني كرة السلة بنادي الصيد قطاع الرجال. حضرتك دلوقتي هل احنا يعني من يومين قرينا خبر ان حضرتك تعاقدت مع 2 لعيبه؟ احنا بالفعل احنا عندنا كان السنه اللي فاتت لما صعدنا في حوالي 5-6 لعيبه جالهم عروض من ممتاز الف. احنا دلوقتي في ممتاز ب، فاضل لنا خطوه عشان نطلع للسوبر، الدوري السوبر. فاللعيبه بصراحه قعدت معايا وقالت لي يا كوتش طبعا جاي لهم ممتاز الف بيبقى السعر اعلى، التعاقد اعلى، فلوس اعلى. فانا وعدتهم قلت له انا مش هقف طريق حد طالما انت كنت راجل معايا لحد الاخر واديت اللي المهمه اللي عليك، انا مش هقف طريقك. وده مبدئي دايما مع اي لعيب معايا يعني. فعندنا لعيب راح ممتاز الف هاي قناه، عندنا لعيب راح الداخليه، عندنا لعيب راح بالقاس. فانت حضرتك بتعمل زي احلال وتجديد، بس برضه بتراعي ان يبقى في توازن موجود على قد ما تقدر تحافظ على الهيكل الاساسي للفرقه. يعني المجموعه اللي صعدت معاك دي احنا فاضل قاعد معانا فيها 11 لعيب، القايمه عندنا 16. فالحمد لله ربنا وفقنا. اللعيب اللي مشي راح هيئه القناه جاب بداله لعيب تاني في نفس البوزيشن وفي نفس المكان وفي نفس الامكانيات. فتعاقدنا مع 3-4 لعيبه كده، وان شاء الله من يوم الاربعاء الجاي هيبدا بقى التمرين الفعلي وفتره الاعداد الفعليه ان شاء الله يعني. طيب انا هسال حضرتك سؤال برضو، بما انك ابن من ابناء كفر الشيخ ومحب النادي كفر الشيخ، هل ان انت ممكن تجيب لاعب من نادي الصيد مثلا يفيد نادي كفر الشيخ؟ بص حضرتك، هو
عشان لعيب يجي من القاهره ويجي كفر الشيخ الموضوع هيبقى مكلف قوي. طب هي ممكن يجي من كفر الشيخ يروح ده الصيد؟ كتير، عندنا لعيبه كتيره جدا راحت. وانا طالع من كفر الشيخ هنا لما تم التعاقد معايا من نادي الجيش، نادي الجيش جه اشترى 5 لعيبه من نادي كفر الشيخ وكملوا معانا لحد 20 سنه، واخد بال حضرتك. القاهره مليانه لعيبه من الاقاليم، بورسعيد وكفر الشيخ وطنطا، انما عشان لعيب يجي لحضرتك من القاهره او من اسكندريه هي عادي يجي، بس هو الموضوع هيبقى مكلف بالنسبه لامكانيات النادي. هيبقى مطلوب منك ان حضرتك توفر له اقامه، هيبقى مطلوب منك ان حضرتك توفر له بدل انتقال، بلس ان حضرتك هتدي له عقد، فالموضوع مكلف. انما اللعيب اللي بيطلع من كفر الشيخ يروح القاهره، لا هم في استعدادات في القاهره اسكندريه بيبقوا مجهزين بيت، مجهزين شقه اللعيب يقعد فيها، مجهزين اكل للعيب، مجهزين بدل انتقال، فهي بس دي المشكله يعني. طب يا كابتن وائل، احنا هنسالك سؤال اخير كده، برضو الطموح، اكيد انت كل مدرب برضو بيحب ان يجي في بعض اوقات كده انك مثلا اهلي زمالك، برضو دي الانديه برضو معلش الانديه مسمعه او على مستوى الجمهوريه، اكيد طموح الكابتن وائل برضو، ليه لا؟ مفيش اي مانع، هو الطموحات زي ما قلت لحضرتك مفتوحه. بس احنا في مجالنا في الباسكت بيبقى حلم المدرب بعد ما يوصل لمرحله معينه ويوصل يعني خبرات كويسه، بيبقى حلمك منتخب بلدك. هو ده الحلم الاساسي فعلا يعني. مع احترام طبعا النادي الاهلي ده حلم كبير جدا 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 لاي مدرب، وشرف كبير. نادي الزمالك شرف كبير جدا جدا لاي مدرب، نادي الجيش شرف كبير جدا، انديه القمه سبورتنج الجزيره، واخد بال حضرتك. بس هي الانديه بتبقى طبعا ايه، بيفضل دايما اولاد النادي. يعني النادي الاهلي عنده ميزه حلوه قوي ان هو قطاع الناشئين كله بنين وبنات كلهم لعيبه كانت بتلعب في قلب النادي الاهلي وطلعت، وده طبعا هم يعني اولى، يعني هم احق ان هم يكونوا موجودين. انما طبعا ده حلم لاي مدرب ان هو يتواجد في نادي كبير ومنظمه كبيره زي النادي الاهلي، نادي الزمالك، نادي الجزيره، نادي الجيش. انا بتكلم على مجال الباسكت يعني. فطبعا يعني الواحد يتمنى، ودينا بنشتغل وبنجتهد والتوفيق من عند ربنا يعني. واحنا من خلال برنامجنا الكرة مع وليد، واليوم البرنامج اتحول من الكورة لكرة سلة مع نجمنا وضيفنا اللي احنا كلنا بنحبه وفخورين بيه، وواجهة مشرفة لنادي كفر الشيخ. وبنتمنى للكابتن وائل حمد كل التوفيق في القادم، سواء في نادي الصيد او في اي نادي ان شاء الله يكون متواجد فيه، الملقب بجوزيه السلة المصرية. وان شاء الله يعني نوعدكم هيكون لنا لقاء تاني وجزء تاني مع الكابتن وائل، وانا سعيد بتواجدي مع الكابتن وائل من داخل نادي كفر الشيخ الرياضي، وسعدت بلقاء الكابتن وائل. شرف ليا وسعيد جدا بلقاء حضرتك وبرنامجك الناجح جدا جدا بجد. انا تابعته في كذا حلقه، فخور ان عندنا في كفر الشيخ اعداد بالمنظر دوت، امكانيات بالمنظر دي. اتمنى لك التوفيق، وشرف ليا ان انا كنت موجود مع حضرتك النهارده، وشكرا لحضرتك وشكرا لفريق الاعداد اللي مع حضرتك يعني. نورتني وشرفتني يا كابتن وائل، ربنا يخليك، بالتوفيق ان شاء الله. شكرا. وكونوا معنا والكرة مع وليد.